السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تبقوا بخير وعافية وسعادة ان شاء الله. وطبعا بقدوم رمضان علينا ان شاء الله يعود علينا وعليكم بالايام بخير، ويا ربنا يبلغنا واياكم رمضان شهر الكريم، ويتقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعائنا ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم ان شاء الله زي ما انتم شايفين تسييح الزبدة بطريقة حلوة قوي وتكية مهمة جدا. خدتها من يعني ست كبيرة، ما شاء الله بجد عجبتني، فقلت باذن الله مش هبخل عليكم بيها. كمان للناس اللي هي بتفشل معاهم التسييح بتاعها وبتتحرق منهم وما بيعرفوش يسووها كويس. الموضوع هيبقى بسيط جدا من النهارده ان شاء الله، ومش هتخافي ولا تقلقي ولا تهدري منها حاجه، ومش هتاخد منك وقت كتير. دلوقتي هناخدها معاكم ونحطها على نار هاديه، مش نار عاليه ولا وسط، نار هاديه جدا. هتلاقوها ساحت معاكم بسرعه. وزي ما انتم شايفين احنا رفعناها معاكم اهو على النار، وخليناها على نار هاديه جدا اهي. شايفين دي العين الكبيرة، انت ممكن تحطيها على العين الصغيرة وتهدي النار وتسيبيها وما تخافيش منها. مجرد ما تسيح معاكم ان شاء الله هوريكم بعد ما تسيح شكلها عامل ازاي. مش تاخد مننا 10 دقايق. زي ما انتم شايفين كده ابتدت تسيح اهي، 3/4 لسه بقايا فيها اهي. هنسيبها لحد ما تسيح كلها، وهنشوف مع بعضنا التكاية المهمة اللي قلت لكم عليها، اللي هي هتسرع معانا التسوية وهتساعدنا كتير جدا في ان احنا نخرج منها الشرش بتاع اللبن اللي انتوا شايفينه في الزبدة، او اللي هو البقايا اللبن. زي ما انتوا شايفين كده اللي هو الابيض ده، هتشوفوه دلوقتي وهي بتغلي. دلوقتي بعد مش ساحت خالص تماما، زي ما انتوا شايفين كده هي ساحت تماما. شايفين الابيض ده على الوش، الريمة مع اللبن، ريمة مع بقايا اللبن او الشرش. عايزه اقول لكم التكايه اللي بقول لكم عليها دي وهتشوفوها دلوقتي معاكم، تعمليها في السمنه حتى لو انت متاكده من 100% ان هي مش مخلوطه، برضو لزياده الامان والاطمئنان ان هي مبقاش فيها اي حاجه وتاخد معاكي تسويه جامده. تمام. فاحنا هنا بردت معانا بعد ما وريتناكم ان هي ساحت خالص، بردت معانا ودخلناها التلاجة، عملت طبقه زي ما انتم شايفين كده جامده اهي، عشان اقدر اخرج منها الشرش بتاع اللبن او اللبن الزائد. هي دي التكايه معانا المهمه اللي بقول لكم عليها. فزي ما انتم شايفين كده هنحاول مع بعضينا نخرجها. انا خرمت لها خرم كده عشان اقدر اخرجهم منها. هحاول كده معاكم تاني. بسم الله. معلش هتنزل دلوقتي لان هي فعلا فيها شرش. الشرش ده يا جماعه ليه استخدامات كتير قوي. فممكن تحطيه في المش عندك، او ممكن تستخدميه مع جبنه قريش. حلو قوي، يعني تحطي جبنه قريش فيها تحفظها زي ماده حافظه كده ليها، وكمان هتطعمها لان فيها بقايا سمنه. فحلو قوي. بسم الله. بحاول معاكم انزل اللبن الزائد ده. زي ما انتم شايفين هو شرش ابيض. بصوا انا عايزه اوريكم الكميه اللي هتنزل منها قد ايه. شايفين؟ بسم الله. بسم الله. انا كده بحاول اطلع منها كل البقايا الموجوده. انا بلفها على قد ما اقدر عشان تخرج من المكان ده اهي. بصوا يا جماعه، القطعه اللي انتم شايفينها دي انا كده هصفيها بالمصفى تاني، في حله تاني او في طبق تاني او في علبه، واخد منها قطع السمنة دي. والشرش ده مش هرميه، لو انا ما عنديش استخدامات ليه هرميه. لكن لو عندك مش او عندك جبنة قريش ممكن تستخدميه، حلو قوي جميل جدا. وممكن انت كمان تعملي بيه قرص طرية جدا حلوة قوي باللبن. ما شاء الله اللهم بارك، بجد هتطلع طرية جدا. انا اسفة للمنظر اللي انتوا شايفينه، بس ده وارد طبيعي يعني، ممكن يحصل معاكم. بس الهدف منه احنا عايزين نوريكم التكايه اللي اتكلمنا معاكم فيها. بصوا خرج منها قد ايه شرش. شايفينه؟ ممكن تاخديها ببقايا السمنه وترميها في قلب المش كده بخيرها، بقطع السمنه اللي وقعت دي مفيش مشكله منها، بتخلي المش طعمه تحفه. لكن لو هتحطيها في الجبنه ممكن تصفيها شويه لان كتير قوي كده على الجبنه، فمش هينفع. ليها استخدامات حلوه قوي، ما تحاولوش تهدروها. لكن لو ما عنديش استخدامات ليها هضطر ارميها. وممكن بسمنتها كده تخليها في التلاجة، لما تعملها شوية دقيق وتعملي شوية قرص عندك بيبقى طعمها تحفة. بصوا هنا يا جماعة رفعناها تاني بعد ما صفينا منها الشرش. شايفينها احنا مهديين برضو النار عليها خالص قدامكم اهو. هي ابتدت تسيح اهي
بتبكبك عشان بتسيح معانا. هيبقى فيها حاجات بسيطة جدا من اللبن بتاعها. شايفين انا صفيتها خلاص اهو. البقايا بتاعت السمنة اهي هرجعها تاني عشان تسيح مع بقية السمنة. شايفينها كمية قد ايه؟ دي لو اتحطت مع الشرش في قلب المش مفيش مشكلة، بل بالعكس هي بتخلي المش طعمه جميل جدا. شايفين الشرش ده؟ هو ده اللي بكلمكم عليه. تعجني بيه وتعملي قرص، يا اما تحطيه مع الجبنه القريش بيحفظها حلو قوي قوي قوي، ما بتعملش عفونه ولا صفار في قلب التلاجة. بس اهم حاجه تكون هي مغطيه الجبنه. انا هسيبهم بقى كده يسيحوا مع بعضيهم وهنرجع لكم تاني بعد ما ساحت معانا اهي وبتغلي. شايفينها بتغلي اهي اهو. ده البقايا اللبن اللي بقول لكم عليه. شايفين البقبقه بتاعتها دي بتخرج معاها حاجات بيضه صغيره اهي. شايفينها كور صغيره بيضه. هي دي البقايا الصغيره اللي باقيه من اللبن او الشرش. دي كده يا جماعه مش هتاخد معاكم 10 دقايق، ربع ساعه هتلاقيها استوت معاكي. من بعد ما تغلي الغلوه دي احسبيها ربع ساعه هتلاقيها ما شاء الله استوت معاكي. هتعرفيها ازاي؟ هوريكي دلوقتي شكلها هيبقى عامل ازاي. بصوا بعد ما سيبناها، شايفين مفيش اللون ابيض بيطلع معاها. البقبقه اهي طالعه منها زي ما انتم شايفين، واضحه وصافيه جدا، ما فيهاش اي بقايا لبن. هي كده خلاص الحمد لله استوت معانا على نار هاديه خالص خالص. الوش اللي من فوق ده بتاع المرته مفيش ادنى مشكله منه. هو لونه بيغير معانا شويه بيصفر، فكده بيأكد لك خلاص ان هي استوت. احنا كده خلاص هننزلها، بس هديت معانا هنحطها في علبتها، والعلبه تكون نضيفه ومعقمه عشان بس متعملش عفونه قلب السمنه. انا بنزلها ببقايا المرته دي، قشره بسيطه جدا وخفيفه مش هتأثر معانا في الاكل. لو انت حباها على كده، مش حابه منظرها على كده، ممكن مفيش مشكله هنجيب مصفى وهنشيلها معاكم دلوقتي اهي. للناس برضو اللي هي متضايقه مثلا من المنظر بتاعها ده ومش هينفع معاها، خلاص تشيلها، مع انها هي قشره بسيطه جدا مش هتأثر معاكي في الاكل. فاحنا ممكن نشيلها زي ما انتم شايفين كده وهنرجعها الحله تاني. تمام. تهدى تماما خالص، وبعد ما تبرد معانا هنحاول نغطيها، ما تغطيهاش وهي سخنه عشان ما تعملش عفونه. تهدى تماما وتبرد جامد، يا ريت ليله بحالها وتاني يوم بالليل ولا حاجه. احنا في الشتا دلوقتي هتجمد معاكي بسرعه، فمجرد ما تسقع معاكي وتجمد غطيها وانتي مطمنه. عايزه في المرحله دي تحط لها زيت نضيف زي الذره او زيت دوار الشمس، حطي في المرحله دي، او في المرحله وهي على النار قبل ما ننزلها. لو انتي عايزه تزوديها اكتر عشان تقعد معاكي فتره طويله اكتر، ما تخلصش منك بسرعه. هي ازازه واحده كفايه قوي، لتر ونص او 2 لتر على 4.5 لتر، 4.5 كيلو سمنه. تمام كده. لو انتي حباها صافي حلو قوي، بس هي ملهاش جرة، يعني هي بتخلص معاكي بسرعة. فنحاول على قدر الامكان يعني ايه ندبر منها. بصوا انا ممكن اغطيها، بس انا مش حابة لان حاسة ان ممكن تحصل لها عفونة. فاحنا هنسيبها زي ما قلت لكم كده تبرد تماما وتجمد معانا ونغطيها واحنا بقلبنا مطمن. وعايزه اقول لكم كمان الوقت التخزين الشهر بتاع طوبة ده هو احلى شهر تخزني فيه الزبدة اللي هي الفلاحي، جميلة جدا اللهم بارك. وقت جمع البرسيم بيبقى حلو قوي ولونها مخضر، وتبقى بصراحة تحفة وطعمها جميل جدا ما شاء الله، صافية صافي حلو قوي. فلو انت عايزة تخزنيها او تستخدميها في الشهر بتاع طوبة ده، هاتي السمنة وانت قلبك مطمن، بس يكون من حد موثوق فيه. اتمنى ان شاء الله باذن الله يكون الفيديو بتاعي عجبكم وتكونوا استفدتوا معانا ان شاء الله باذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.